ازاي في 3 شهور بس دخلت مجال الفويس اوفر واتعلمته وبدات اكسب منه فلوس، من واحده دخلت كليه اداب وهي فاقده الامل وشايفه ان مستقبلها ضاع، لبزنس اونر ومدربه تعليق صوتي بتدرب فويس اوفر في الوطن العربي وبشتغل فويس اوفر على مستوى العالم. البدايه جت مع دخولي كليه اداب وانا مش حباها خالص، وقررت اني مش هذاكر تاني وهبطل اكافح، لكن بالصدفه جبت جيد جدا في اول ترم، ومن هنا حسيت بامل وقررت ان انا ارجع شغفي تاني. طيب ده ايه علاقته بالفويس اوفر؟ مع الشغف ده اخدت قرار حاسم ان مش هخلي الكليه هي اللي تحدد مصيري، واني هذاكر كل حاجه حابه ادرسها. وبالفعل اكتشفت مجالات كتير جدا واللي اهمهم الفويس اوفر. كنت بنام واكل واشرب واتدرب فويس اوفر، سواء تدريبي مع نفسي او تدريب من كورسات عربيه واجنبيه، رغم ان الانجليزي عندي ما كانش احسن حاجه وقتها، وخدت الموضوع تحدي واني لازم اثبت نفسي ولازم اشتغل فويس اوفر. وبالفعل عملت اول شغل ليا بعد 3 شهور، ولكن المفاجاه ان اتنصب عليا في اول شغل لاني ما كنتش لسه اتعلمت ازاي احفظ حقي في ظل التعامل الاونلاين. لكن الضربه دي هي اللي علمتني وجابت لي تاني كلاينت، والمره دي كان بسعر 5 اضعاف الشغل الاولاني. ومن بعدها عرفت ازاي اتعامل مع العملاء واكتسبت مهارات ما كنتش اتخيلها، واستمريت في المذاكره. ولاني عارفه اني عندي مهاره في التدريب والقياده، ولاني تعبت جدا ان اوصل لمعلومه كامله توصلني للشغل والاداء الصح، فحطيت هدف قدامي ان في يوم من الايام هدرب ناس بالطريقه اللي انا كنت اتمنى ان حد يدربها لي. فدرست مجال الفويس اوفر بكل حذافيره، لدرجه اني درست تشريح الاحبال الصوتيه والحنجره، ودخلت في تفاصيل طبيه كتير حرفيا حسستني ان انا دخلت كليه طب. ومع التجارب الشخصيه اللي مريت بيها في الشغل خلت عندي خبره كبيره في التمكن من الصوت والاداء والهندسه الصوتيه والتسويق وخدمه العملاء والتفاوض، ومهارات تانية كتيره جدا. مهارات في البدايه كنت شايفاها مستحيل ان انا ابقى محترفه فيها، ومع تمكني من كل ده دربت عدد كبير من الفويس اوفر اللي ممكن تكونوا بتسمعوهم على السوشيال ميديا او على التلفزيون. ومش بس كده، لكن قررت ان انا اصنع قصص نجاح حقيقيه لناس كان عندهم مشاكل في الصوت وبيعانوا من التنمر. انت متخيل؟ انا بتكلم عن تغيير حياه بني ادم. الفويس اوفر مش مجرد مجال بتكلم فيه بصوتي، ده مجال علمني ازاي ادير حياتي وانظم وقتي واستثمر فلوسي واتعامل مع عملاء بره مصر واتعرف على ثقافات جديده عليا ومختلفه، وخلى البنوته اللي كانت في كليه اداب تعرف ان مفيش حاجه مستحيله، وانك